السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وسلامة وهنا. النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق الناشف. هنشوف ازاي بنفرده وعجينته بتتكون من ايه، وهنتكلم عن كل حاجة عن الرقاق الناشف يا جماعة. تابع الفيديو للآخر ونشوف الطريقة عاملة ازاي. البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وعشان اعمل الرقاق الناشف جبت العجينة بتاعتي وحطيت له مية، والمية لازم تكون دافية عشان احنا في الشتاء يا جماعة، مش سخنة، تكون بس دافية. حطيت له معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من الملح وكمان خميرة بيرة. وهقولك الخميرة البيرة فايدتها ايه في العجين يا جماعة. ندوب بقى المكونات بتاعتنا في المية اللي هي عبارة عن معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من الملح والخميرة البيرة، سواء خميرة بيرة أو فورية المتاح عندك. أنا النهاردة حطيت خميرة بيرة. ندوبهم كويس جدا ونحط لهم معلقتين كبار من الزيت، ونحط الدقيق بتاعنا. الدقيق بتاعي النهاردة 2 كيلو ونص من الدقيق. والدقيق بتاعي خليط بين الدقيق الأبيض الفينو ودقيق القمح. بس القمح أنا مقللاه شوية. الرقاق الناشف يا جماعة أو أي مخبوزات بتفرديها بتحب الدقيق الفينو عشان تعرفي تفرديها وتتفرد معاك بكل سهولة وما تتقطعش منك. لو حبيتي ما عندكيش دقيق أبيض أو إمكانياتك مش تسمحلكش إنك تشتري، ممكن تعملي بالقمح، بس تحاولي تعجني العجينة بتاعتك كويس جدا عشان ما تتقطعش منك. ابتديت أعجن العجينة بتاعتي، ودايما بقول لأي مخبوزات بتعمليها، وخصوصا يا جماعة الرقاق الناشف بحب لازم يكون العجينة ليها عرق. ليها عرق ازاي؟ انك تخدميها كويس جدا لحد ما يبلها عرق وملمسها كده يكون ناعم معاكي. وكمان احنا زودنا في كمية الملح عشان لازم عجينة الرقاق الناشف تكون حايقة يا جماعة عشان العجينة متتقطعش منك. فالملح مهم برضو للعجينة بتاعتنا. عجنت العجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وزي ما متعودين كده بنشوف مراحل العجين كده احنا بنحسها بايدينا. كل مرحلة كده لون العجين كده بيتغير والملمس بتاعه بيتغير. اول ما تلقي ملمسه ناعم معاكي والعجينة بقالها عرق كده يبقى خلاص كده وصلنا للنتيجة اللي احنا عاوزينها. بغطي العجينة بتاعتي لحد ما اجيب الطبلية والنشابة والدقيق بتاعي لمدة دقيقتين 3 مش اكتر من كده. ابتديت بقى اقطع في الرقاق بتاعي. عايزين كده كور كده متوسطة الحجم. بس لو هتعملي صينية رقاق باللحمة المفرومة مثلا، لا هتقطع العجينة قطع صغيرة، يعني نص الحجم اللي انا قطعته ده، على حسب الصينية اللي انت هتعملي فيها. تعملي كور صغيرة كده وتفرديها على قد الصينية اللي هتعملي فيها. بقطع بقى نص كمية العجينة بتاعتي. طب ليه احنا منقطعش كمية العجين كلها؟ نقطعها ونبتدي نفرد عشان احنا حاطين خميرة يا جماعة، والخميرة بتخمر. فهتلاقي الكور بتاعتك كده كل ما تقعد كده ومدتها تطول هتخمر معاكي. فاحنا مش عايزين كده، احنا نقطع كمية كده واول ما تخلصي تقطع الكمية التانية. لو في الصيف لا تقطعي 5 6 كده او 10 بالكتير، اول باول تقطعي في اخر واحدة كده تقوم تقطع كمية تانية عشان العجين بتاعك ما يسيبش عشان حاطين الخميرة. ابتدينا بقى ننشب في الفطيرة بتاعتنا زي ما انت شايفين كده. بناخد قطعة من العجين على الطبلية، بنرش تحتيها دقيق وفوقيها دقيق وبالنشابة بتفرديها. تحاولي بقى على قد ما تقدري تسايسي العجينة، لأن العجينة ما بتستحملش يا جماعة، لو ضغطتي عليها هتتقطع معاكي. فبنفرد العجينة على قد ما نقدر وما نضغطش عليها يا جماعة. زي ما انت شايفين كده سهل جدا انك تنشبي الفطير او الرقاق الناشف. طريقته سهلة. اللي ما تعلمش يا ريت تتعلم بدل ما تشتريه من برا
وانت ما تعرفيش يتعجن ازاي ولا تحط له ايه، ولا اللي عملته وعملته ازاي. لا، انت تعمليه في بيتك كده. حاولي كده على نص كيلو فينو، تجيبيه وتعجنيه كده وتخدميه كويس، وتفرد العجينة بتاعتك على قد ما تقدري، قطع صغيرة كده الأول على قد الصينية اللي انت هتعمليها. وبعد كده تحاولي تكبري في مرة هتكبر معاكي وهتعرفي تنشبي. خلصت أول فطيرة حطيناها في الفرن زي ما انتم شايفين كده. أول ما شمت النار يا جماعة على طول بتجب معاكي، وده عشان حاطين الخميرة البيرة أو الخميرة الفورية، سواء أي نوع خميرة انت حطيتيه. أول ما تحطيها كده في الفرن كده، أول شم النار على طول تجب معاكي، يبقى كده عجينتنا ناجحة واحنا فردناها كويس جدا. والرقاق الناشف والفطير بحب اللمة يا جماعة، بحب كده انك تنشبي وسط اللمة. اخواتك كده بيعرفوا ينشبوا كده، تلاتة اربعة كده تتجمعوا وتنشبوا وتعملوا كميات كبيرة. كل واحدة تعملها شوية كده، لأمك تعملي لها، جيرانك بيعرفوا ينشبوا تلميهم كده حواليكي وتقعدوا تنشبوا. فهو بحب اللمة، بحب اليدين، بحب اليدين انك تقطعيه، انك تعجنيه كويس، انك تفرديه وتنشبيه. ناس تحط في الفرن وناس تنشب وناس تقطع. فهو بحب اللمة يا جماعة وبحب اليدين. لو عملتيه لوحدك كده هتاخدي فترة انك تخلصي الكمية اللي انت عاملاها، انما لو كنتوا كتار هتخلصيهم بسرعة جدا. والرقاق الناشف ليه طرق كتيرة جدا تاكليه بيها. أول حاجة صينية الرقاق الناشف الجميلة جدا باللحمة المفرومة اللي كل بيت مصري عندنا ما يقدرش يستغنى عنها، في ولايم رمضان، في العزومات، في كل حاجة يا جماعة. وكمان ليه استخدامات تانية احنا في عندنا هنا في الصعيد بنعمله. أول كده ما يهل رمضان كده كل بيت عندنا لازم ينشب كده فطير أو رقاق ناشف. بنعمله كده في سحور رمضان يا جماعة مع اللبن، طعمه حلو جدا. ده سحورنا في رمضان، وسحور أغلبية عندنا الصعيد اللي بينشبوا فطير وبيسحروا بيه في رمضان يا جماعة. وعايزة أقولك في الصيف كده لما تسحري فطير كده باللبن مش هتحسي بأي عطش. وكمان مغذي جدا يا جماعة، لأن احنا صايمين كده طول فترة النهار في نهار رمضان، فاحنا ادينا الجسم كده بتاعنا كفايته من الغذاء، خصوصا اللبن بقوي المناعة جدا، فتقدر تقاوم الصيام يا جماعة. فهو سحور حلو جدا، مقاوم للأنيميا، مغذي. فهتلاقي كده انتي في شبع كده في النهار، مش هتحسي بجوع خالص. فالفطير أو الرقاق الناشف مهم عندينا جدا جدا يا جماعة في رمضان. في أغلبية البيوت عندينا كده سحورهم الأساسي هو الفطير باللبن. زي ما انتم شايفين كده بخلص الكمية بطريقة سهلة، بتنشبيه بطريقة سهلة جدا، ما فيهاش أي تعقيد ولا أي حاجة يا جماعة. اللي لسه ما تعرفش تنشب، لا، هتتعلمي واحدة واحدة وهتنشبي وهتبقي أستاذة فيه. وقاعدين جنب الفرن كده بنحط بقى أول ما نخلص الفطيرة نحط بقى في الفرن على طول، وما بتاخدش إلا دقيقتين بالعدد. يدوب تحطيها كده وشم النار ما بتكملش حتى الدقيقتين. تقوم جابة معاكي لأنك انت خادماها كويس جدا. وكمان انت عجناها بالخميرة، الخميرة بتساعد ان تنفش يا جماعة كده وحجمها يتضاعف كده وتبقى مورقة من جوا. فكده مهمة جدا الخميرة يا جماعة. في ناس ما بتعملوش بخميرة. هل هيطلع إن رقاق وهيطلع حلو؟ اه هيطلع حلو جدا. انما الخميرة ليها عامل اساسي يا جماعة، بتخليه مورق من جوا، بتنفش معاكي في الفرن كده وتجيب معاكي بكل سهولة.
وكمان ليه استخدامات كده في عيد الأضحى. احنا كمان ضروري احنا بننشب يا جماعة فطير في عيد الأضحى، بننشب كده كل الصعيد، مفيش بيت منشبش فطير. بنعمله كده مع الأضحية كده أول يوم العيد بفتة فطير كده باللحمة وبالخل والثوم، طعمه حلو جدا يا جماعة. وكمان بعد ما بنخلص احنا كلنا كده نلم بعضينا كده اخواتنا وننشب، فبنعمل كده فتة فطير بالشوربة حلوة جدا، سواء بشوربة فراخ، شوربة لحمة عندك في الفريزر بتطلعيها، ما عندكش لا بتحمري بصلتين كده حلوين في السمنة البلدي وتحطي عليهم مية وتحطي لهم مكعبين مرقة وتطلع حلوة جدا يا جماعة. وتفتي فيها فطيرك اللي انتي ناشباه وطالع كده من الفرن حلو وريحته جميلة، فبكون غدا حلو جدا يا جماعة. فالفطير والرقاق الناشف ليه استخدامات كتيرة جدا وأكلات حلوة جدا عندنا في الصعيد. وأتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وطريقتي تعجبكم وتجربوها، وأتمنى اللي لسه ما فكرش إنها تنشب لا تفكر تنشب وتعمل، وهتلاقيه سهل جدا وهتتعلمي. مش هتحتاجي كده تقول لأمك انشبيلي أو جارتك أو حماتك، لا انت هتتعلمي وهتنشبي وهتطلعي أستاذة فيه. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وأشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله. وده الفطير بتاعي واللي عاملينه لرمضان، طعمه حلو جدا، وزي ما قلتلك سحور حلو جدا في رمضان. جربيه كده، اعملي نص كيلو وانشبيهم وخليهم كده لسحور رمضان وتسحروا بيهم انت وجوزك وولادك. صدقيني مش هتحسي بصيام خالص، هتحسي باليوم اللي انت ماكلة فيه فتة الفطير باللبن كده ان المعدة رايقة معاكي، مش ماكلة اكل بالليل زي فول وطعمية وجبن، لا حس المعدة كده مرتاحة، ما فيش عطش خالص، مرتاحة كده، ما فيش أي جوع. صدقيني سحور حلو جدا وهتحسي براحة حلوة جدا في الصيام. ده فيديو النهاردة وأتمنى يعجبكم، وأشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.